اول مره غادي نجرب محشي البصل. بغيت نجربه غير باش نعرف ديك البصله اللي كلشي كيقول عليها لذيذه واش ما كتجيش مره في المذاق. يلا نبداو. خديت البصله ودرتها تسلق. الوقت اللي غادي نوجد فيه الحشوه، شديت بصله مشلضه ودرتها، زدت عليها الكفته ودرت كاس ديال الروز، عاوتاني زدت كاس ديال الروز، شويه ديال القزبور، البزار، الملحه، زيت الزيتون وعصير الحامض ومطيشه مشلضه ومعلقه ديال النعناع يابس ودبس الرمان، ولكن غادي نكثر منه حيت كيعجبني. واخا زدت فيه شويه ما عندي ما ندير كنحماق عليه. ودابا غادي نخلطوا كلشي مزيان. بلاتي كنت غادي ننسى اهم حاجه، عاود زدت لاصوص طوماط والتحميره. غادي نعاود عاوتاني نخلط كلشي مزيان. وهنايا حرت واش نزيد الروز ولا لا حيتاش بان ليا قليل. المهم فكرت مزيان وقال لي راسي زيديه، وانتم ديروا راسكم ما شفتوا والو. خديت البصله وبديت كنعمر فيها وجاتني ساهله في التعمار، ولكن ما عرفتش القياس اللي نقدر ندير. بقيت هكاك وحده مره وحده حتى كملتهم كاملين. هنايا جيت نوجد باش نسقيهم. درت لاصوص طوماط وزدت عليها الماء اللي طيبت فيه البصله والحامض ونفس العطريه اللي درت في لافاس. بديت كنخويها على البصله وخاصها تغطي النص الكبير، وعاود زدت شويه ديال دبس رمان من الفوق. صافي وغطيتهم باش ندخلهم الفران اللي مسخن على 200 درجه. ومن بعد ما دازت ساعه ديال الطياب واش واجدين باش تشوفوا النتيجه. يلا 1 2 3. نحماق واش كتشوفوا داكشي اللي كنشوف؟ ريحتهم كتشهي وحتى في الشكل جاو زوينين. واخا ما كانش عليا نزيد داك الروز اللي زدت في الاخر. ما غاديش نتسناهم حتى يبردوا، غادي ندوقهم دابا. خديت شويه منهم ومشيت جلست باش ناكل على خاطري. وما تصوروش شحال جاو لذاذ، وديك البصله المره ولات حلوه وما كنحسوش بها كاع. واخا كثرت الروز غادي نعطيها 10 على 10 ونقولوا مبروك الوصفه اللي حيدت اللقب اللي بول ديال التيراميسو اللي صايبت في الصيف.